كويس وهتبقى افضل من التوك توك بكتير. ايه افضل رايك؟ طبعا، تقول لنا رايك. افضل طبعا للناس قرب عشان ولينا. هي افضل طبعا للناس ولينا وامان. يعني انت في رايك ان هي افضل وامان في نفس الوقت. تمام، امان للناس ولينا. امان للناس وليك، لان التوك توك فيه خطوره مثلا، في ان هو خطورة مثلا مفتوح بالنسبة، من الجنب زي ما احنا شايفين لا كده. الخطورة الأكبر إن هي دي هتبقى برخص، تبقى هيبقى اللي برخص، يسايقها معاه رخصة، بيعرف يسوق كويس. تمام. تمام، مش عيل صغير راكب، مش حد كده شارب حاجة راكب، لا هتبقى في مرور وفي رخص وفي كشف وفي أمان من كل ناحية. في امان من كل ناحيه. زي ما انتم سامعين يا جماعه كده، وللساده المشاهدين زي ما انتم سامعين كده، عم حسين بيتكلم وبيقول ان العربيه هتبقى امان، يعني امان في كل حاجه يا عم حسين. أمان اللي هو طبعاً. تبقى في رخص، أيوة. مفيش حد مثلا قاصر هيركب التوك توك يركب العربيه. أيوة. مفيش طفل، مفيش حد بيتعاطى مخدرات، لان هيبقى طبعا هيبقى في تحليل مخدرات، لان هو هيبقى معاه رخص هيتسأل عنها، هيبقى رسمي. ماشي باحترامه، مش واقف في نص الشارع، مش واقف بالعرض، مش ماشي بالعكس. تمام كده. طب يا عم هيبقى حسين، فيها نظام. انت مع المسؤولين ومع التغيير الجديد اللي هو نهايه للتوك توك ونهايه للاطفال اللي بنشوفها راكبه وسايقه التكاتك مثلا. احنا بنقول نهايه العصر ده يا جماعه، بنقول بدايه جديده، العربيه جديدة أنضف وأحسن. برخص. وده كان راي عم حسين، قابلناه في الصدفه في الشارع، فاتكلمنا معاه وعملنا معاه الحديث الصح في ده. فهو عم حسين بيؤيد العربيه، يعني بيؤيد أنا العربيه. مرحب بيها، مش طب مش قايل لا. وبيرحب بالعربيه كمان. ده من الناس المحترمه او من سواقين التكاتك اللي هم نازلين ياكلوا عيش. ومعارض جدا برضو، لان في كسر كتير يا عم حسين طبعا بتركب طبعا. أيوة. بتركب التوك توك. ومشغل يعني في ومعلي اطفال مثلا التسجيل بتبقى ومش ممكن شاغل سايقه باله توك توك. بحد، وبيكلم الناس باسلوب وحش، وبيتعامل مع الجمهور باسلوب غلط. تمام لكن لما كده. يبقى واحد سواق هي شغلانته السواقه، هيعرف يتعامل ازاي مع الجمهور، هيعرف يشتغل ازاي، هيعرف ايه اللي مطلوب منه يعمله. احنا بنشكرك يا عم حسين وبنحييك في تحت جريدة أمر الشارع المصري، وبنتمنى ليك التوفيق والنجاح ان شاء الله.